وفجأة بتخرج البنت من المغارة، وخرجت سليمة بس لون شعرها اتغير من اللون الأسود للون الأحمر. حكايتنا حصلت في قرية من قرى أوروبا زمان جدا. قرية البشر الموجودين فيها عازلين نفسهم عن العالم، ما بيتواصلوش مع حد. القرية ما كانتش كبيرة، كانت عبارة عن كام بيت بس وناس يعرفوا بعض. المهم، القرية كان عندها عادة مريبة، كانت عبارة عن إن أي جواز بيحصل في القرية كان قبل الفرح بيوم كانت العروسة تلبس فستانها وتتزوج وتروح مع 3 عرافات، ودول أكبر 3 نساء في القرية، لمغارة في جبل، ولازم قبل الفرح تبات لوحدها في المغارة دي علشان تنول المباركة للجواز. المهم إن العروسة بتروح مع النساء ال3 للمغارة من غير أكل ولا شرب، تقعد في المغارة. وقبل ما تدخل المغارة كانت النساء بتردد عبارات غريبة بيقولوا إنها من التراث، وما بيدخلوش مع العروسة المغارة، لا، العروسة دايما بتدخل لوحدها. وتاني يوم يروح أهل القرية كلهم عند المغارة ينادوا على العروسة تطلع لهم، ويبدأ الاحتفال بالجواز والفرح. بس ثانية، مش كل العرايس بتطلع سليمة من المغارة. الأغلب إن معظم العرايس بتطلع سليمة لكن في عرايس بتخرج من المغارة في حالة هذيان، بيرددوا كلام غريب وبيكونوا مغيبين عن العالم. وفي عرايس ما بتطلعش أصلا من المغارة. وطبعا محدش يجرؤ من أهل القرية ولا حتى أهل العروسة إنهم يدخلوا يشوفوا إيه اللي حصل لبنتهم، وبيكتفوا بالصراخ والنواح عليها. لحد ما في يوم في بنت جميلة، ويمكن كانت أجمل بنت في القرية، قررت هي وشاب إنهم يتجوزوا. بس الشاب كان خايف على البنت من موضوع المغارة وإنها تدخل جوه ويمكن ما تطلعش، وكان بيقنعها إنهم يهربوا خالص من القرية ويتجوزوا بعيد عن المكان ده. فالبنت كانت شجاعة بطبعها، وأقنعته إن مفيش أي حاجة هتحصل وإنها هترجع سليمة. أعلنوا في القرية إنهم هيتجوزوا، وطبعا لازم تعمل زي ما كل عروسة بتعمل، لبست فستان الفرح واتزوقت وراحت مع ال3 عرافات لحد المغارة. وهناك العرافات ابتدوا يرددوا عبارات غريبة، بس الغريب إنهم مرة واحدة بصوا ناحية المغارة وعينيهم برقت، وما كملوش ترديد العبارات ومشوا جري. لفت البنت ودخلت المغارة وفضلت ماشية ماشية ماشية، فلقت مكان واسع من جوه بس ضلمة، بس فيه بحيرة مية جوه ممنوع تشرب منها، وجواها طحالب بتنور المغارة باللون الأزرق. قعدت وغلبها النوم ونامت. صحيت قلقانة قبل ما الشمس تشرق، وقامت تغسل وشها بمية البحيرة، وفجأة سمعت صوت وراها. لفت فجأة لقت كيان اسود طويل، عينه بتنور وليه قرون وجسمه قوي وعليه شعر كتير. صوتت بس من غير فايدة، حاولت تهرب من المغارة بس منفعش. الكيان مسكها من شعرها ورفعها لفوق، وكان وشه بشع، وفجأة أغمى عليها. تاني يوم أهل القرية راحوا المغارة علشان يجيبوا العروسة المنتظرة، وفضلوا مستنيين كتير لحد ما فقدوا الأمل إنها تطلع، وأهلها ابتدوا يعيطوا هما واللي هيتجوزوا. وفجأة بتخرج البنت من المغارة، وبدل ما أهل القرية يهللوا ويفرحوا بيها اتخضوا كلهم. البنت خرجت وخرجت سليمة بس لون شعرها اتغير من اللون الأسود للون الأحمر. أهلها راحوا حضنوها، وراح عريسها يطمن عليها، ولا هو ولا هما فاهمين اللي بيحصل. وقالت لهم البنت أنا كويسة، فبيسألوها ايه اللي غير لون شعرك لكده؟ قالت معرفش، أنا كنت نايمة طول الليل مش فاكرة حاجة خالص. قرروا أهل القرية إنهم يتموا الفرح ويودوهم لبيتهم. وبعد ما دخلوا بيتهم أهل القرية ابتدوا يتوشوشوا في اللي حصل، وقالوا على البنت إنها كده ملعونة ولازم نحذر منها ومن التعامل معاها.
تاني يوم البنت خرجت وأهل القرية مندهشين من شكلها وحذرين في التعامل معاها. راحت تشتري خضار وصاحب المحل مرضيش يبيع ليها اعتقادا منه انها هتجلب الحظ السيء على المحل. فبصت له بكل برود وقالت له ده قرارك النهائي؟ مردش. قربت اكتر منه وقالت له ده قرارك النهائي؟ قال لها مشيت البنت من عنده وفهمت ان اهل القرية هيتجنبوا التعامل معاها خلاص. وتاني يوم الناس اتفاجئت ان صاحب الخضار لقوه متقطع عند باب المغارة، والناس كلها اتفزعت من اللي حصل وقالوا ان اكيد البنت هي اللي عملت كده بس من غير دليل. وابتدت احداث غريبة تحصل في بيتها، وجوزها يلاحظ وما يرضاش يتكلم، زي انها دايما بالليل بتقوم تبص من الشباك ناحية مكان المغارة وبتتمتم بكلمات غريبة، مثلا يكلمها ومرة واحدة يلاقيها ما بتردش وبصاله وعلى وشها ضحكة مرعبة. وفي يوم صحي عليها قاعدة على الأرض وحواليها دم، وبيبص قدامها لقى كلبها المفضل واللي كانت بتحبه مذبوح ومغرقة نفسها بالدم، وكاتبة رموز غريبة على الأرض، وفي آثار أقدام ماعز طالعة لحد برا البيت. حاول على طول يخفي كل حاجة بسرعة لأن أهل القرية لو شافوا المنظر ده مش هيسكتوا. وفي نفس اليوم اكتشفوا انها حامل، وفرحت فرحة مش عادية بالحمل. وبعد ما مرت 9 شهور ولدت، وطول الفترة دي طبعا احداث غريبة بتحصل. المهم سر المغارة موجود مع ال3 عرافات. الزوج خلاص نفد صبره وراح للعرافات وسألهم، واضطر يحكي لهم على اللي بيحصل مع مراته، وظهر على وشهم الخوف وقالوا له على سر البنت دي بالذات، وان جدتها زمان كانت من ضمن عرافات القرية وعملت اتفاق مع الكيان اللي موجود في المغارة واللي هو من اقوى انواع الشياطين. الاتفاق كان بيقول انها توهب واحدة من حفيداتها ليه في يوم من الايام، وورثت السر ده لبنتها، وبنتها تقول لبنتها لحد ما السر وصل لجدة البنت من امها. ويوم ولادتها نقشت رمز غريب على ظهرها، غريب مش مفهوم، وإنها لما تنوي تتجوز في يوم من الأيام وتروح المغارة وتقابل الشيطان خلاص هياخدها معاه ومش هترجع تاني. وإحنا كنا عارفين بكده، لكن اللي حصل خلانا متفاجئين زينا زي الناس. بعد ما عرف الحقيقة اتصدم، وكانت القصة بالنسبة له ناقصة. ايه اللي حصل بعد كده؟ راح البيت ملقاش لا مراته ولا ابنه اللي لسه مولود، دور عليهم في القرية كلها بدون أثر، مجاش في دماغه إلا مكان واحد بس، المغارة. جري ناحية المغارة، لقى مراته واقفة عند المغارة وفي ايديها ابنهم وبتبصله وبتعيط. نادى عليها، بصت عليه قالت له انا ما قصدتش ان ده يحصل، سامحني على اللي هعمله. قال لها انا مش فاهم حاجة، ايه اللي بيحصل؟ قالت له في الليلة اللي دخلت المغارة كنت عارفة انا هقابل مين، لاني زمان سمعت جدتي وهي بتتكلم عن الموضوع، فعرفت ان اليوم ده لازم يجي، فكنت فاكرة ان قلبي جامد وهستحمل، بس الموضوع كان صعب عليا، اترعبت وصوتت ومفيش اي حد لحقني، ما كانش قدامي غير اني اعمل عهد واتفاق مع الشيطان اللي موجود جوه، واني لازم اضحي بحد من دمي في اي وقت، بس ما كنتش اعرف ان الموضوع هيوصل لابني، لازم اديهوله، ما عنديش حل تاني. جري ناحيتها قبل ما تدخل المغارة واخد الطفل بسرعة من ايديها، وفجأة كأنها كانت مغيبة وصحيت. انا ازاي كنت هعمل كده في ابني؟ ازاي؟ وجريت هي جوه المغارة وما سمعش جوزها غير الصوت ده. وكأن حد بيتعذب جوه، بكى بحرقة وحضن ابنه وما تجرأش يدخل المغارة بعد اللي سمعوا عنها. ولحد النهاردة البنت دي مرجعتش، وفضل الموضوع طير كتمان بينه وبين نفسه
على اللي حصل في اليوم ده. هل تفتكر ابنهم هيسأل أو هيدور في يوم عن أمه؟ وهل تفتكر إن البنت هيجي يوم وترجع تاني؟ اكتب لي رأيك تحت في الكومنتات، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، واستناني في فيديوهات تانية كتير. مع السلامة.